سمعت قبل كده حد بيقول ده حكم قراقوش؟ تعال احكي لك حكايته. قراقوش كان وزير لصلاح الدين الايوبي، واصله كان غلام تركي مجتهد لحد ما بقى قائد عسكري في الشام ومصر. كان ليه دور كبير بإنهاء الفوضى بعد وفاة الخليفة العاضد، وسيطر على قصر الفاطميين واشتغل 30 سنة لخدمة صلاح الدين وأولاده، وتنسب ليه أعمال كبيرة زي بناء سور القاهرة وقلعة الجبل، لكن اشتهر بقراراته الغريبة. المؤرخ ابن مماتي كتب كتاب ساخر وسماه الفاشوش في حكم قراقوش، وكتب فيه حكايات ساخرة عن حكم قراقوش، وده بسبب خلاف بينه وبين قراقوش. ومن ضمن القصص الغريبة انه امر بسجن واحد ليه فلوس عند واحد. الله، طب يا سيدي مش المفروض نسجن اللي عليه الفلوس؟ قال لك لا، احنا نسجن اللي ليه فلوس عشان اللي عليه فلوس لما يجي يدفعها يعرف يلاقيه بسهولة. ومن ضمن القصص الغريبة ان لما كانت طيوره بتهرب كان بيؤمر بغلق بوابات القاهرة كلها. ده حتى كان في مرة جندي اتسبب في اجهاض مراته، حكم على الجندي اللي هو اجهض مراته ده بان هو يرجعها حامل تاني وتولد في نفس الفتره اللي كانت هتولد فيها. البعض اعتبره ديكتاتور، والبعض التاني قال ان في حكمه من حكمه بس الناس مش شايفاها. المهم ان قراقوش بقى اسطوره الاحكام الغريبه اللي بنضحك عليها لحد يومنا النهارده.